بعد ما هرب جبناه من قفاه وحبسناه زي ما انتوا شايفين في المحل، وما تخيلناش اللي عمله فينا. زي ما انتوا شايفين كده عمل فينا البدع. انا طبعا ما دبحتش في البيت، فعايزه اقول لكم يا لهوي على اللي شفناه. عايزه اقول لكم العجل هرب مننا في الشارع، فاضطرينا بقى بعد ما قفشناه من قفاه ندخله المحل. وعلى اللي حصل بعدها تعالى اوريكم بقى. دخلت الشجر وقعدت الم الفاكهه، ولقيت العيال اتلمت ورايا وجرسوني جرسة البصوا المتطهرين والله العظيم. احنا هنذبح هنا، انا كنت بشهد الذبح، وبعد كده اخدكم بقى في المزرعة جولة. عايز اعرف وراك فين. جاي لك والله اهو. هبهدلك دم. هو غصب عنه والله. والله غصب عنه الجماعه هناك خلع بينا. وانت شفت الزحمه دي عامله ازاي؟ انا خايفه. انت عملت صوت خلاص. بس خلاص يلا يا محمد. بس خلاص. يا ستي انت عايزه ايه بالظبط؟ انت عماله تتلوي في الارض، انت عايزه ايه بالظبط؟ ايه؟ ولا انا خايفه؟ روحي بوسيها. احنا مش خايفين. تعالي بقى نروح عند الزرع. فن. نعم. بابا العيال شفتهم وهم بيصوروا كده كانوا في واحده كبيره. او التين اهو يا جماعه. استني اقفي بقى كده. ايوه شايفه التين بس جامده، مفيش واحده طريه. دوري يمكن تلاقي. دي طريه. استنى دي حلوه بس عماله تطلع حاجه بيضه. استنى. يا عماله تطلع حاجه بيضه. ولقينا تين. بصوا اللبن. اللي بتصور بس. انا اللي بس انا ببعطف وبصور، انا بسرق قدامكم وهقول للناس ان انا سرقت. انا سرقت تين يا جماعه اهو. من عند الناس دي. انا عايزه تين. ده عمال يطلع. لا ما حدش يقطع اخضر، ما حدش يقطع اخضر خالص. وسام لا ما حدش يقطع اهو اخضر التين يا خالص. جماعه. لا انتوا كده بتقطعوا الاخضر، ما حدش يقطع اخضر خالص. ده لما بيستوي بيبقى جميل بس لسه ما استويش. ما حدش يقطع اي، لا ما حدش يقطع يا جماعه غيري. عم ابراهيم انا مش بكلمك. ما حدش يقطع. خلاص ما تنرفزوش شمس. انا مرتاحه دي قوي. مستويه. لا تعالى بص على عدد. ده ليمون. فلازم اقول ابراهيم ده وهلال. ليمون. ده انا بتعمل. دي بتتركب ازاي؟ اوعى. تعالي هنا. هم دول لقيت واحده خلاص يا حمرا. جماعه يلا يا. لقيتها اهي. اهي بص اهو. استني قرب ابعدي شويه. بصوا كفايه. يلا بقى كفايه كفايه كفايه. كفايه. اول مره جميله. ارجعي كده ورا. بصوا بقى. بصوا التين. ندوق بقى طعمه حلو. لا ابعدي شويه. ده يا ريت كنت جيتي وهو مستوي ده عن كده مسكر قوي. كمان. ده هو مستوي عن كده بيبقى هو ده جميل مرشوش؟ جدا. لا اهو. مفيش اي حاجه هنا اصلا بتبقى مرشوشه فتلاقي طعمها بيبقى جميل. ده عسل نحل قاعده هنا ولا إيه؟ لا انا مش من هنا اصلا، انا قاعده في بنها بس بنيجي نذبح هنا يعني. لا عايز يشوف العجل. ايوه تعالوا قربوا هنا شويه. ايه صوفي، سفيان، برديس، كل سنه وانتوا طيبين. لفي كده، اعملي باروته يا بوسي. ايوه كده ورينا شياكه والاناقه والشعر الغجر الجميل. لف 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 لف. ايه القمر ده؟ قمر. انت بتعمل ايه يا صوفي؟ انت هتذبح؟ انت بتعمل ايه؟ لا جاهز للذبح. ايه؟ انت عامل نفسك جزار؟ ماما انا عاوزه اقص لحد هنا. يبقى لحد هنا. احنا هنذبح ولا هنقص؟ هنقص ستاك. الناس الحلوه بقى في العيد برديس اللي بتصورنا. احلى بناتيت في الدنيا واحلى قمر في الدنيا. شرفت بيكي. انا اكتر والله اتشرفت بيكي. انا عايزه اتصور حبيبه قلبي. تعالي 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 يلا تعالي نصور. تعالي اقعدي على رجلي. تعالي. ده كل الناس الحلوه دي هتطلع معانا النهارده في الفيديو. هاتي البقره اللي عماله تتلوى هناك دي، ما اعرفش هي عماله تعمل ايه. يا نهار اسود هي بتعمل كده ليه؟ عاوزه مخنوقه. هنا بقى الجزار كان بيقطع اللحمة وشف اللحمة خالص. طبعا هو عمل جزء من العجل، فرشنا كوفرت في الأرض وحطينا ملايات بيضة، ولازم حد يبقى قاعد في الأوضة ومشغلين المروحة يا إما التكييف
عشان اللحمه تبقى متشمعه وما تزرقش. اللحمه لو حطيتيها فوق بعض في اطباق او في جرادل هتلاقيها الدم طلع فوق بعضه والسوائل بتاعتها وعملت ريحه مع الحر، فهتلاقيها زرقت، وناس كتيره تيجي تحطها في الفريزر فتلاقيها باظت. فلازم تفرشي حاجه في الارض كده وتخليها تتشمع زي الجزار بالظبط. هنا بقى اللحمه بعد ما اتشمعت حطيتها في صواني وفي اطباق، وزي ما انتم شايفين الطبق اللي ستانلس ستيل انا حاطه الملايه البيضه تحتيها، والصواني انا فرشه ورق. وطبعا في صواني لسه بره ورايا، بور لكم في صواني ورايا اهي، وفي صينيه على الباف ورا. وطبعا الكبده والحاجات دي انا شايلها في التلاجة لغايه اما اخلص حاجه حاجه. الله يكون في عون الناس اللي بتذبح، بجد الموضوع متعب جدا. كل سنه وانتم طيبين. هبتدي اعمل الاكياس واظبط الكيس، مش هنقي اللحمه. طبعا هحط كده كل واحد يعني تشكيله كده في الكيس. انا حتى هاخد كده لنفسي زيهم بالظبط، هيبقى الكيس متشكل كيلو زي اللي هحطه في بيتي زي اللي هطلعه. ده المفروض اللي انتي تعمليه من السنة او الاضحية اللي انتي هتطلعيها. هبتدي بقى كيس اللحمة، وبعد ما كيس اللحمة هشيلها في الفريزر عشان تسقع بقى وتجمد، وهوزعها تاني يوم. اوعي توزعيها في نفس اليوم هتبوظ منك لان الجو حر. بعد المرحلة بتاعة التشميع تعبيها بقى في كيس وتشيليها في الفريزر. طبعا انا هنا بشيل الدهنة من